حتى عن حدود الأدب ويتلفظ بألفاظ سوقية وسماه ابن يا أخي لو سمحت يا أخي لو سمحت يا أخي انزل يا أخي لو سمحت يا أخي لو سمحت يا أخي مشرفين اضبطوا والله فالله يرحم لكم الوالدين اضبطوا والله اضبطوا ممنوع فتح الميكروفون ممنوع البتة وأنا أتحدث أو الضيوف يتحدثون لا تفتح الميكروفون. ما هذا الانهزام النفسي الذي لديكم يا أخي؟ تطلع تقول للمغربي ها هو أسعد الشرعي عندكم في المغرب. كثير من الناس سبوا الجزائر واعتذروا للجزائر، وكثير من الناس سبوا اليمن واعتذروا لليمن، وكثير من الناس سبوا المغرب واعتذروا للمغرب. اجت عندي صنصال لم يعتذر وظل على كلامه وظل صامدا في السجن وبخر نيفكم ورئيسكم وماء وجوهكم. جيت تقول لي أسعد الشرعي سب الملك وسب ما هذا الاسطوانة المشروخة الغبية التي عندكم التي لا تسمن ولا تغني من جوع. عندكم كلام على مستوى الطرح اطلعوا، وإذا كنتم منهزمين نفسيا لا تطلعوا. رجاء يطلع لنا الجزائريين المتوازنين، هذا اللي هم مهرطقين ما نبغيهم. الأخ هذا اللي بعد الشمال يتفضل. هذا يا أخي عنده مشكلة، نزل الأخ هذا وطلعوا لنا آخرين. عنده مشكلة نزله يا مشرف. ما عندش مشكلة. أنا لا أسمعه. أنا لا أسمعه. إذا كنتم تسمعون أنا لا أسمعه إطلاقا. تفضل يا أنير. السلام عليكم أستاذ شرع. مرحبا أخي. شوف يا أستاذ، هذا هو الحقائق تظهر كالشمس. هذا النظام الذي كان يتغنى بأن لا أحد يلوي لنا الدرع، اليوم نرى الحقائق. وكانوا كثير يتحدوني حتى البارحة في لايفات، قالوا لي إن كان يعني صنصال يخرج من السجن نتحداك. وأنا قلت لهم صنصال قد خرج من السجن. تحدوك أنت جزائري. أنا جزائري شرع. تحدوك أن يخرج صنصال. خلي كل هذا كذب. احنا نعرف هذا النظام. للأسف هذا النظام عنده سيجد تبريرات لهذا الشعب، لأنه ليس حكاية صنصال فقط. سيرجع العلاقات مع فرنسا رغم أنفه ويرجع راكعا كما رجع لإسبانيا وغيرها. هذا النظام ضعيف جدا، لذلك هو قوي على شعبه. هذه الحقيقة. نحن نعاني كما قلتها سابقا وأقولها وأكررها. للأسف يبردعون ما يبردعون. تسمح لي يا أخويا، أنا بغيتك تدر بالدارجة، الله يرحم لك الوالدين، بالدارجة الجزائرية القحة. صحيح. هذا النظام يا أخ الشرع هذا مليهم بالأكاذيب والتهريج والخرافات. الحقيقة نظام غير شرعي لم ينتخبه الشعب لا في 2019 ولا في 2024. هو أتى بالكوارث للشعب الجزائري. نحن كما قلت يعلم الجميع في العالم أن شعبنا الحلم الوحيد أن يهرب من هذا البلد. خلينا من هذا الكلام. الآن صنصال الأصل أن جريمته لا تغتفر في الجزائر. الرجل ضرب في الهوية. اسمعوني يا أخواني مزيان، الله يرحم لكم الوالدين. صنصال هذا ما دخلش السجن عشان أنه عمل مخالفة مرورية. صنصال لم يدخل السجن لأنه نهب المال العام. صنصال لم يدخل السجن لأنه مثلا تعرض للرموز للشهداء أو التبون. لا، صنصال ضرب في الهوية الجزائرية برمتها التي تعتبر لا تغتفر عند الإنسان الجزائري. الرجل ادعى أن الغرب الجزائري كله مغربي، أو هكذا قال. وهذه في العقلية الثورجية، عقلية المجاهدين الذي عندهم لا تغتفر، لا تفاهم. صاحبها ينال أن يرحل من هذه الدنيا. لا أريد أن أذكر الحكم هذا، أنتم تعرفونه، حكم المفترض أنه يذهب. واحد جعلك مغربيا، سلب منك الهوية، سلب أكثر من نصف البلاد. الغرب الجزائري كله يقول لك أنا مغربيا. هذا ماذا أبقى لك صنصال؟ أنا ما كنت أتوقع أن يخرج صنصال، والله ما كان عندي ولا ذرة أمل، لأن الرجل هدم التاريخ برمته.
هدم الأسطوانة التي تنكر أن هناك كان امتداد للإمبراطورية المغربية وصل إلى ما بعد تلمسان وإلى الغرب الجزائري بأكمله. أنا أقصد القضية الذي قالها فنصال والذي سجن على أساسها ضخمة، تضرب في التاريخ، تضرب في الهوية. يا أخي يا جماعة، الموضوع والله إطلاق سجن صنصال كان كارثة، وإطلاقه كارثة أكبر. ليتهم ما سجنوه. وأنا عرفت أنهم عند أول ما اتخذوا قرار سجنه أنهم ارتكبوا خطأ فادح جدا. إخواني، حاولوا شوية تطرحوا طرح يفسر هذا الظاهرة التي حصلت. إطلاق سراح صنصال شيء كبير، وليس شخص. العبرة فيما قاله صنصال. الآن أنتم أطلقتم سراح واحد قال أنكم لا هوية لكم ولا تاريخ لكم، ووحدتكم التاريخية والجغرافية مشكوك فيها، وأنكم جزء من الجزائر، جزء كبير أصلا كان خاضعا للأراضي المغربية وللهيمنة المغربية والإمبراطورية المغربية، وتطلق سراحة. يا إما أن كلامه صحيح، يا إما أنك بعت واشتريت في هويتك وفي تاريخك وفي جغرافيتك. واحدة من التنتين. أكمل يا أنر في هذا الإطار. ما نريد أنت تجلد النظام الجزائري، لا، فسر لي هذا الانهزام. أين النيف؟ يا أخي شرع والله إحنا كنا نعلم بأن الصنصال سيطلق سراحه مهما أنا والله ما كان عندي أمل 1%. والله كنا نعلم سيطلق، لأنه العنطريات تاع هذا النظام كما سحب السفراء سفير من إسبانيا وقد أرجعه رغما عن أنفه، كما سحب السفير من فرنسا وسيرجعه هذه الأيام رغما عن أنفه ويقبل الشروط كما قابله وخلص لي دوماجي انتيري لإسبان، الشركات الإسبانية خلص الغرامات التي كان السبب في غلق واسترجاع السفير. ونفس الشيء سيحدث مع فرنسا حاليا في هذه الأيام. وإحنا كنا نعلم بأن ما دخل فرنسا التي تدخلت ألمانيا وليست فرنسا. من وراها فرنسا وسنعلم في الأيام الآتية وسنعلم كل شيء. وصنصال سيعالج وسيدلي بكلام. إن يا السيد الشرع نظام ضعيف غير شرعي. النظام قابل لأي شيء كما قلتها. النظام قد أعطى البلد يعني 80% لشركات أمريكية وشركات أوروبية. أنا قادر أذكر الأسماء لأنه عليه ضغط، لأنه ليس لها شرعية داخلية قوية حتى في الخارج، وملفاته سوداء. هذه هي الحقيقة أستاذ الشرع. ليس نظام شرعي. لما تكون نظامك غير شرعي، يا أخي شرعي ولا مش شرعي؟ أنا كيف أطلقوا سراح الرجل وقد ضرب في الهوية؟ يا جماعة فهموني، الله يرحم لكم الوالدين. أنا ما قادر أستوعب. معقول أنه نظام منهزم إلى هذه اللحظة، إلى هذه الحد؟ قلتها نحن نعلم سيطلق سراحه مهما طال الزمن. حتى المواليين للنظام قالوها، حتى المعارضين قالوها، وقلناها من زمان. وكان سيطلق سراحه في المدة الماضية، لكنه تحركوا بعض داخليا وقد أوقفوا هذه يعني الاتفاقية التي كانت، وكان سيزور فيها الرئيس فرنسا. واليوم تدخلت ألمانيا، تدخلت بمبادرة مع الرئيس الفرنسي، وسنعلم كل هذا الشيء في الأيام المقبلة. لذلك سترجع العلاقات مع فرنسا عن قريب وسنشهدها. هذه هي الحقائق. طيب أوكي، شكرا أنر. وابقى معي، لا تذهب إذا سمحت، لا تذهب. إخوان، أنا بغيت نقول لكم واحد الحاجة، يعني رجاء. أنا أريد أن أعرف ما هو ثمن إطلاق سراح صنصال. جماعة، هناك أسئلة إذا ما خرجنا من هذا اللايف وقد فسرناها معناته لا قيمة لللايف، والله العظيم. الإخوة الذين ستتحدثون أفيدوني أنا على الصعيد الشخصي على الأقل. أنا ما فهم والو. ما هو ثمن صنصال؟ أنا تفسير أن هذا خضوع من الدولة الجزائرية، أنه ألمانيا تأمر والجزائر تنفذ، أنا أستبعده حقيقة. أنا أرجح موضوع أن هناك ثمن، لكن ما هو هذا الثمن؟
ما الثمن الذي يريق ماء وجه رئيس الجزائر بأكمله وهو يبكي من صنصال؟ ما هذا الثمن؟ ماذا ستحصل الجزائر من ألمانيا مقابل ثمن صنصال؟ يمكن أجيبك أخي أسعد، لأن ما طرحتش علي السؤال في مداخلتي. لا أنا بحاول أطرحها على الجزائريين يا شمالي، ولك أن تتدخل في هذا الموضوع. أسئلة إلى حد الآن أنا ولا واحد منكم مثلا نورنا أو قال كلاما عميقا مثلا هكذا نستفيد منه، وأنا ما فاهم والو. أنا مصدوم لأنه كما قلنا لكم صنصال ليس الشخص صنصال، الكارثة فيما قاله صنصال. الكارثة أن الطرف الآخر لصنصال كان رئيس الجزائر برمته. أنتوا تتخيلوا حجم الكارثة. لماذا سجنتموه أصلا؟ إذا أنت ضعيفا إلى هذه الدرجة ليش سجنته؟ كان ممكن يقول هذا الكلام ويمر ذلك الكلام. والله ما كنت أعرف صنصال إلا عندما سجن. أنا الأول هذا الذي يخاطبكم الآن في هذه المنصة وفي هذا اللايف الاستثنائي والجميل والرائع، قسما بالله ما كنت أعرف شخص اسمه صنصال إلا عندما سجن. وعندما سألت لماذا سجن ذهبت أبحث فلقيت المقطع الذي يقول أن الغرب الجزائري كله كان مغربيا. يعني أنتم حتى ساهمتم في إيصال فكرة صنصال. يعني النظام الجزائري هذا يا أخي يطلق النار على قدميه. يعني يفقع عينيه بإصبعيه. ما كنت أعرف، وأنا متأكد أن معي آلاف وربما عشر البشر ما كانوا يعرفوا صنصال إلا عندما سجن. ما هذا الغباء عند النظام، انك يعني تسجن واحد. يا اخواننا المغاربه مش قضيه انه قال حقيقه او لم يقل حقيقه. انا الان اناقش ما ثمن هذا النيف الجزائري الذي اريق. ما ثمن ان يطلع رئيس دوله صنصال بكى تبون. يا جماعه صنصال خرج دموع من رئيس الدوله تبون، وهو يقول أنا جدي وجدي فلان وجدي الشهيد ويأتي واحد مجهول الأب اللي هو صنصال لص يعني يسرق تاريخنا وهويتنا ونطلقه. لا والله لا نجوت إن ودابا صنصال حرة. أنا لو جزائري أموت قهرا. أنا لو جزائري هذا الأضلاع حقي تتفجر. انا لو جزائري تطلع لي قرون من هنا، تطلع لي قرون من هنا. سد يا مهدي سد. خليك ساكت بعدها بكبرك وافتح لنا خريطه خلوه مهدي. لا احنا اليوم باغين مهدي يطلع يفتح لنا خريطه الجزائر بعد تحديثات صنصال. احنا بغينا هذيك القاره الذي يفتحها ويقول نحن قاره والجغرافيا. الرجل نهب منك الغرب باكمله وسجنته ثم اطلقت سراحه. خلوا مهدي بس لا يقاطع. اذا قاطع نزله. ما لك دخل من اليمن عليك ان تتوضا 1000 مره قبل ان تذكر اليمن. خليك على جنب. انر انت تكلمت. شمالي ماذا تريد ان تضيف انت؟ اريد ان اضيف الجواب. حسب كل المحللين الجزائريين صنصال مقابل العلاج لتبون في ألمانيا كما هو من عادته. كيف؟ أنا مقابل العلاج في ألمانيا لتبون. هو معتاد أنه حتى في بداية فترة رئاسته الأولى ذهب إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر. صحيح. يعني يا أخي أسعد هذا كل المعارضين الجزائريين يقولون هذا الكلام. لحظة أنت تتكلم عن بلد يقول أنه الأولى في أفريقيا في المنظومة الصحية. هل تبون مريض أصلا حتى يحتاج العلاج في ألمانيا؟ كلنا نعرف بأن عمي تبون ذهب في بداية فترته الأولى إلى العلاج في ألمانيا ربما من قدمه لمدة 6 أشهر. هذه في بدايته في ألمانيا، وكلهم يذهبون لألمانيا يعني للعلاج. فمقابل العلاج إذا أراد عمي تبون أن يتعافى ويتشافى ويتعالج في ألمانيا فعليه بإطلاق سراح صنصال. شمالي اسمح لي هذا مستحيل. عنده أمريكا يا أخي عنده فلوسها الشخصية يتعالج في أضخم مستشفيات العالم. ما سدت الآفاق أمام تبون لو كان مريضا. أنا اسمح لي هذا تحليل سطحي ما يرقى. هذا تحليل المعارضين أخي أسعد. اسمح لي قطعتك. شوف هذا تحليل المعارضين كما قلت. أنا تحليلي أنا عندي تحليل آخر. من هذا المعارض؟ كل المعارضين الجزائريين يقولون نفس الكلام. ومن نعطيك واحد المثال مثلا حتى هذاك هو غير معارض ولكن مثلا زيتوت محمد العربي زيتوت. العربي نعم محمد العربي زيتوت. العظيم انه ثقيل دم وكلامه نص خرط.
زيتوت هذا بالذات أنا هو عندي بلندن يا أخي مخربط وما يطيقه أنا شخصيا، والله العظيم هذاك ناقم وحاقد بزاف حتى لا يناقش سياسيا. هو زيتوت أصلا ما عارض إلا لأنها يعني تعرضت مصالحه، هو كان ضابط عندهم. الزيتوت هذا اتركوه يا جماعة، زيتوت بن سديرة هذول ليسوا معارضين يا صاحبي، اعطونا معارضين شويه محترمين يطرحوا كلام كذا يسمع. اي ما هو قال لك تبون مريض، العالم كله يا اخي يروح يتعالج في اليابان، يروح يتعالج له في بريطانيا، يروح امريكا، يروح اي مكان اخر، شتت الافاق امامه الا ان يعالجه الالمان. ماش هذا ليس. انا اعتقد يا اخي اتق الله يا شمالي، انا اقول لك صنصال قلت لك شوف، ناقل الكفر ليس بكافر اخي اسعد، انا قلت لك هذا ما قيل. اما انا تحليلي انا مقابل عوده العلاقات مع فرنسا. فرنسا اشترطت، وهو يعني كان هناك يعني تدخل من المانيا مقابل عوده العلاقات مع فرنسا. انا هذا تحليلي كشمالي، لكن تحليل المعارضين الجزائريين ومقابل العلاج. هو الجميل انه ليس كلامك، انه كلام المعارض. اسمحوا لي يا معارضي الجزائريين، قسما بالله يا من يقول هذا الكلام انك سطحي حتى النخاع. انه يطلق صراح واحد بكى من عيونه داخل في التلفزيون، واحد قال ان الغرب الجزائري كله مغربي وضرب في الوحده التاريخيه وفي الهويه الجزائريه، ثم تاتي وتقول لي المقابل يعالجوا تبون. يا رجال لا يعالجوا، عالجوا كيف يعالجوا؟ هل العلاج الألمانيا التي تعالج فقط؟ هذا أمامه ألف خيار أن يذهب ليتعالج في أضخم دول غير ألمانيا. فبالتالي والله يعني تحليل سطحي يعني للغاية. نعتقد أن الثمن أكبر من هذا، ربما هناك تكنولوجيا، ربما هناك سلاح، ربما هناك أمور خطيرة تخصكم أنتم كمغاربة في القضية، ربما لأنه ألمانيا دولة وازنة وفاعلة، الله أعلم ما هي قيمة صنصال. دعني أسمع يا سيزار لأنك مغربي، أنا باغي لأنك الشمال يتكلم، خليني أسمع صوت جزائري. من معنا جزائري من هؤلاء؟ من الجزائري من هؤلاء؟ ميتا هذا ميتا معك. السلام عليكم. معك يا لحظة يا راجل، لحظة أنا عارفك يا منير. اللي فوق منير هذا قد سقط أصلا، كان عنده مشكلة في الميكروفون. سقط أكيد، سقط وعدت رجعت. السلام عليكم، كيف الحال؟ عليكم. أهلا مرحبا. بالمقدمة نبدأ. أنا كمواطن جزائري راح نعطيك تحليلي أنا كمسؤول عليه. أنا باش ما يتهمني حتى واحد هكا. هذا الصورة اللي راهي وراءك يا عم أسعد، هذا إنسان كافر، ما جاتش في الهضرة اللي هدرها في على الخريطة تاع المغرب. هذا يهودي، هذا خائن، هذا صنصال هذا. والعفو عن الظالم خيانة للمظلوم. أنا لا أوافق، أنا أعترض على هذا، أعترض على كي تلقوه. أنت معارض للنظام الجزائري؟ ليش معارض للنظام الجزائري؟ أنا مواطن جزائري عادي. أعطي بصح هذه خطأ أنهم طلقوه بأي ثمن مهما كانوا راح يعطونا تكنولوجيا ألمانيا هذه ولا كانت راح تعطينا ولا، لأن العدالة لا تباع، ليست لها هذا في العدالة. هكا تعلمنا نحن من الدين الإسلامي، العدالة ما عندهاش سومة يا أخ أسعد. هذا أكبر خطأ ارتكبناه، واللي هو أنهم طلقوا هذا صنصال، بوعلام صنصال. لا خاطركش هذا لو كنت تتفرج الفيديوهات نتاعو أصلا هو بفمه يا عم أسعد يتكلم ويقول لك أنا عرضت علي الدولة اليهودية والصهيونية قتلت له. ما من الوسيط الرئيس الألماني، هذا رئيس وزراء ألمانيا هو من قتلت الفلسطينيين. اسمع يا أخي، أنت قتل، هل لديك تفسير؟ كيف ضغط على الجزائر؟ هل باعوا الهوية التي ضربها صنصال وباعوا التاريخ الذي ضربه صنصال؟ ضغطوا يا أخ أسعد. ضغطوا بماذا؟ ما هي الضغوطات التي لماذا هذا الرجل مهم لألمانيا؟ ماذا ستستفيد ألمانيا من صنصال؟ فهمونا يا جماعة. هذا مهم للكيان الصهيوني ومن والأيامات القديمة. ايش من كيان صهيوني يا أخي؟ الرجال عمره 80 عمره 90 قدوم بدأ يخرف يا راجل. لا يا عم أسعد، أنت كبير وسياسي مليح وتعرف باللي لو كان ما فيه فائدة ما يضغطوا عليه، ما تكون ضغوطات على جالهم. يحتاجوه يا أخ أسعد، يحتاجوه ضد بلادنا، وهم أعطوهم دركا، أعطوهم البطاقة الرابحة.
عطاو سلموا لهم. طيب تعرفوا ما هي المصيبة؟ تعرفوا ما هي المصيبة؟ يعني ستكون 3 مصائب مركبة. غلق الميكروفون يا أخي مستر دقيقة. إنه إذا خرج صنصال يعني يوم يومين يعالجوه في ألمانيا ويرتاح شوية ويأخذ نفسه ويخرج يقول نفس الكلام الذي قاله قبل أن يسجن، ويلي ويلي يعني ستكون كارثة يا جماعة، ستكون مصيبة أن يقول كلاما ثم يسجن ما يقارب السنة، قريب 9 شهور، ثم يخرج وهو مصر على نفس الكلام. أقسم لكم بالله يا أخواننا في الجزائر لا يكون صنصال هذا مثل هذه البعوضة التي دخلت أنف النمرود وكانت سببا في هلاكه، يضع سر في أضعف خلقه. قد ربما صنصال هذا الذي سيبدد هذه الروايات التي كنتم تقولونها والنيف ونحن لا نخضع ونحن لا نركع ونحن قوم جبارون ونحن لا ننحني أما إذا خرج بعد شوية ويطلع لنا صنصال وهو مصر على أن الغرب الجزائري كله كان مغربيا، هذه أنا أعتقد ستكون كارثة بكل ما تحوي الكلمة من معنى. يا مستر اقدم في دقيقة إذا سمحت ثم نعود لسيدار. كارثة، نعم يا أخ أسعد، كارثة بكل المعايير. أنه هذا ذكره البرة كارثة كبيرة، والأيام بيننا وسترى النكسات اللي راح يديرها لنا هذا الدورة. أنا ما يشرفنيش حتى نشوفه من وراك يا أنت ما شاء الله عبد مسلم سني تحط في الواجهة بشر كيما هذاك، ما يشرف، مانيش أصلا حاب نشوفه. ضارب هويتي، ضارب في تاريخي، ضارب في 1000 حاجة. ومن اليوم غدوة راهو في ألمانيا كما قلت يداوى، لكن طلع حر وعنده نيف. طلع حر وما لا حر لا عليهم هما يا أخي مش حر. أنا يبقى عندي هذا. السلام عليكم، ما لقيت ما نحكي. شكرا لك يا أخي، شكرا لك. أفرقوا شوية من القس وطلعوا آخرين يا أخوة. سيدار تفضل. تحياتي أخي أسعد ومساء النور جميع الإخوان والأخوات الذين يستمعون إلى هذا اللايف. والله أخي أسعد، أنا قبل أن آتي إليك كنت أتابع الخبر في القنوات الفرنسية، ودعني أقول لك على أن الموضوع يكاد أن يكون حدثا وطنيا في فرنسا. لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في القنوات الإخبارية الفرنسية ولا الألمانية إلا صنصال، بل أبعد من ذلك أن كل الوزراء وكل أمناء الأحزاب السياسية يمينا ويسارا وكل بل رئيس وزراء فرنسا نفسه تحدث في البرلمان الفرنسي هذا اليوم على صنصال. الحدث كبير وكبير جدا، ويعتبرونه أنه انتصار وانتصار كاسح لفرنسا وللعالم الغربي ولكل العالم. وسأقول لك لماذا. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية خرجت بعناصر خطاب كما يقال، يقولون أنهم لم يمتثلوا لفرنسا، وهذا سيخرجون عليك أخي أسعد، وربما المهدي يأتي على هذا الكلام. سيقولون لك أننا صبرنا وصمدنا ولم نمتثل لفرنسا، ولكن امتثلنا لألمانيا لدواعي إنسانية. تصور كيف سيتم. هل عفوا سيزار، أنت تخمن أنهم سيقولون هكذا، لكن لهم بدأوا إذا كان عفوا اسمح لي سيزار، أخواني أرجوكم، إذا كان هناك بيان رسمي من أي جهة في الدولة المغربية عفوا الجزائرية، اسعفوني بقى يا مشرفين الله يرحم لكم الوالدين، أنا بغيت أسمع التفسير الرسمي للدولة الجزائرية عن إطلاق سراح صنصال. أنا ليس بحوزتي أي شيء ولا أعلم، أنا لم يكن موضوعي، والله كان موضوعي الفنان المصري الذي خرط تلك الخرطة وقال أن الجزائريين أنقذوا مصر، وكان هذا موضوعي، لكنني وأنا فاز وأنا دقيقة. كاين بلاغ اسمح، كاين بلاغ من رئاسة الجمهورية كيقول بأنه استجابة لدعوة كريمة من رئيس الألماني تم إطلاق سراح بوعلام صنصال لكي يتعالج في ألمانيا وسينقل على نفقة الدولة الألمانية رسميا. هذا بلاغ. اعطونا اياه يا مشرفين، اعطونا اياه عشان نضعه امام الاخوه هنا. اوكي جنرال، اشكرك. سيدار، اذا تاكد انه هذا الكلام فهذه حجه واهيه. لا والله اخي اسعد، وانا اصدقني انهم سيخرجون عليك سواء في المنصه
وربما تصادفهم فيما سينشرون ربما يعني في قادم الساعات والأيام على أنهم امتثلوا لطلب كريم من الرئيس الدولة الألمانية لدواعي إنسان، وركز لي على دواعي إنسانية، ولكنهم لم يخضعوا لما كانت تطالب به فرنسا، لأن الطلب الفرنسي كان طلبا سياسيا وليس إنسانيا. عموما طيب هذا اسمح لي عفوا قاطعتك كثيرا وانا اعتذر منك. تفضل. طيب شوفوا هنا بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية، بيان تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم 10 نوفمبر يعني اليوم أمس نوفمبر 2025 طلبا من السيد فرانك فالتر تاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية الصديقة، يتضمن إجراء عفوا لفائدة بوعلام فنصال. وقد تفاعل السيد رئيس الجمهورية مع هذا الطلب، يا أخي والله ركيك، بيان ركيك جدا، مع هذا الطلب الذي شد اهتمامه لطبيعته ودواعيه الإنسانية، وعملا بالمادة 91، حتى هم مؤصلين الموضوع قانوني، يقول لك عملا بالمادة 91 الفقرة 8 من الدستور. شوفون هذا المادة وهذا الفقرة، يعني هل الدستور الجزائري ينص، هل هما يعني هل تبون استند على مادة دستورية فعلا؟ بعد الاستشارة المعمول بها قانونا قرر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابا مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية الصديق. ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه. ركز جدا إذا ثبت الموضوع ركز على قضية لدواعي إنسانية بالضبط. لأنه وكأنه قبل سنة كان الرجل عنده 8 سنة، وقبل سنة كان أيضا الرجل مريض، وقبل سنة كانت أيضا فرنسا تطالب، ولكنهم لم يمتثلوا للمادة الدستورية التي ربما سيرسلونها إليك الإخوان، ولكن لم تمتثل الجزائر إلى المطلب أو الطلب الفرنسي لدواعي إنسانية، ولكن امتثلوا للرئيس الألماني لدواعي إنسانية. يعني حالة من يعني خبط وخلط، ويعني حالة انفلات هكذا وضياع غير مسبوق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أخي أسعد في الموضوع أن الرئيس أو رئيس الوزراء الفرنسي قال كلمة في غاية الخطورة. قال اليوم في البرلمان في المجموعة الوطنية الفرنسية كلاما في غاية الخطورة، مفاده أنه شكر كل من ساهم في إطلاق سراح صنصال. هذا معناه على أن الطلب الألماني من الرئاسة الألمانية التي وجهها إلى الجزائر الذي كان وراءه هو فرنسا نفسها، بمعنى أن فرنسا مرت في إطار التنسيق والكولسة مع هذو شركاء في أوروبا بطبيعة الحال، فهم مروا عبر الألمان ليقدموا هذا الطلب. إذن ما يجب أن يفهمه الجزائريون اليوم في هذا الموضوع أنهم امتثلوا للإرادة الأوروبية متمثلة في شراكة ألمانية فرنسية استطاعت أن تمرغ أنف الدولة الجزائرية والسيادة الجزائرية. مع العلم أخي أسعد وأنت قلت هذا الكلام، ولكن أنا سأقوله بطريقة أخرى، أن صنصال لم يقل فقط حقائق تاريخية عندما تحدث عن الغرب الجزائري، ولكن الطريقة التي قال بهذا الكلام كانت مهينة للشعب الجزائري والدولة الجزائرية ولفخامة الرئيس الجزائري. لماذا؟ قال على أن الكيانات الصغيرة والدول بالفرنسية، أنا أترجم لك حرفيا ما قالوا، على أن الكيانات الصغيرة يمكن احتلالها، لكن الإمبراطوريات والحضارات الكبرى لا يمكن احتلالها واستعمارها. وكان في إشارة في إطار مقارنة بين المغرب والجزائر، وكأنه كان يقول للجزائر أنه تاريخك أيتها الجزائر الذي أنا أنتمي إليك وأنا مواطن لم تكوني شيئا في التاريخ. يعني الطريقة والأسلوب بالفرنسية كان مهين إلى أبعد الحدود. القضية لا تقف على ذكر الحقائق، لأن الحقائق معروفة بطبيعة الحال، الكل يعرف على أن الغرب الجزائري والجنوب الشرقي المغربي هذا كان دائما مغربيا، ولكن أن تقولها بتلك الطريقة هذا ما أزعج عمي وهذا ما أبكاه، وأصبح يقول أنا لست يعني أنا ابن الشيخ آمون أو آمود لا أعرف. طيب سيدار لماذا لا نضع احتمالية أن هذا تصرف ذكي جدا من تبون؟ يعني ربما أنهم قد عرفوا طبيا أن الرجل قد يموت في السجن، تخلصوا منه يا صاحبي. وش فيها؟ صحيح، ولكن هنا الكلام خطير جدا أخي أسعد، وأنا والله أنا يعني سأقولها لك صراحة،
ليس لدي جواب على هذا الموضوع بالضبط، لأنه محير إلى أبعد الحدود. سأقول لك لماذا. لأنه في ظرف أسبوعين أصيبت الجزائر ب3 نكبات، ب3 زلازل، وكأنه ضربتها 3 زلازل في أسبوعين. كان قرار مجلس الأمن بعد يومين فقط أو يوم فقط. انطلقت في الجزائر ما يعرف الآن أو ما بات يعرف بقضية ابتسام حملاوي، هذه التي أبكت الرجال في الجزائر. أو ما من هذه ابتسام حملاوي؟ هذه مديرة الهلال الأحمر الجزائري ومديرة المرصد للمجتمع المدني في الجزائر، وسماها الجزائريون قاهرة الرجال والمرأة التي أبكت الرجال في الجزائر، لأنها أمرت بحبس واعتقال بعض الأشخاص يعني في إطار تصفية حسابات بعد 24 ساعة من القرار الأممي. وبعدها بأسبوع تأتي قضية بوعلام صنصال، وهذو هما 3 ديال الزلازل. السؤال: لماذا النظام الجزائري قبل بالإفراج على بوعلام صنصال وهو يعرف على أن الشعب الجزائري سيكون يعني في حالة غضب مريبة جدا وممكن أن يخرج إلى الشارع؟ إذن وكأن النظام الجزائري، هذا هو الجواب ربما المنطقي الذي وجدته، وكأن النظام الجزائري الآن هو بين كماشتين، وكأنه وكأن هناك ضغط وتهديد غربي ليغير هذا النظام سلوكه وأسلوبه، وأن يمتثل للقوى الغربية بدون بطريقة غير مسبوقة، وأنه يتخلى عن كل السرديات التي كان يعيش فيها. والضغط الثاني هو ضغط الشارع.